طبق هايل بمعنى الكلمة، جميل جدا جدا وتحفة. ويلا نشوف مع بعض ونسمي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كده اللحمة وقطعية حلوة وجميلة كده طرية، ومعايا البهارات حبهان وورق لورا وكمون والسبع بهارات وفلفل اسمر، وكمان معايا طماطم وبصل. هنشوحها كده وننشفها جدا جدا الاول في الحلة علشان تدينا مرقة مظبوطة وما تبقاش فيها اي ريحة مش حلوة ومش عجبانة. لما تعملي الخطوة دي هتلاقي اللحمة طرية جدا في الاخر وجميلة وبتحتفظ بالعصارة بتاعتها جوه منها. لازم نديها صدمة الاول ونشوحها على الناحيتين كده ونقلبها كويس جدا ونلاقيها نشفت خالص، بتدينا في الاخر نتيجة هايلة من غير بقى ما يطلع لنا حاجات كده على وش الشوربة او اي حاجة، وتدينا كمان ريحة مظبوطة جدا في الاخر. الطريقة دي هايلة جدا، جربوها. نشوحها كويس جدا جدا على الناحيتين ونقلبها كويس لما تنشف خالص. هي كده بتاخد صدمة وبتحتفظ بالعصارة بتاعتها جوه منها. وتعملي الحركة دي في الفراخ او اللحمة. هننزل بقى البهارات، فلفل اسمر وكمون وبهارات لحمة وكمان البصل والطماطم، ونقلبهم كده تشويحة بسيطة. احنا عايزينها متنكهة جميلة كده تدينا ريحة وطعم في الاخر جميل. وننزل عليها طبعا بالمية السخنة. معايا كمان رغيفين بلدي حلوين كده ومتقطعين مكعبات، طبعا معلقتين زيت، معلقة توم، وكمان فلفل وكمون وشطة. وهننزل كله كده على العيش ونقلبه تقليبة كويسة علشان طبعا يتحمر معايا ويديني كمان طعم جميل في الاخر كده بالتوابل، والزيت يحمره ويخلي لونه حلو. ومعلقة التوم كمان هتخليه طعم جدا وجميل. معايا كمان لعمل الصلصة كيلو عصير من الطماطم، معلقة كبيرة من التوم، وكمان التوابل معايا ملح وكمون وفلفل اسمر وسنة شطة والسبع بهارات. معايا مادة دهنية زيت ومعلقة زبدة. وهنزل كده بمعلقة كبيرة من التوم واقلبها كويس جدا. لغاية ما الاقي التوم اللون بدأ يصفر ويديني اللون الذهبي الجميل. انا مش عايزة لونه غامق، انا عايزاه لونه بس يصفر. بدأ اللون يصفر معايا. وهنزل بالتوابل، مش عايزينها تبقى سبايسي، نشيل الشطة بلاش منها خالص. وهنطفيها في الاخر بالخل. وهنزل بالطماطم واديها تقليبة كده كويسة واسيبها كمان تتسبك براحتها. معايا حلة فيها مادة دهنية، طبعا الزيت والزبدة، علشان نعمل الرز. رز ابيض ومفلفل وجميل كده علشان نعمل بيه الفتة. نديله تشويحة بسيطة مع المادة الدهنية علشان يتغلف كويس كده بالمادة الدهنية ويبقى مفلفل معايا وجميل. تمام جدا. هنزل بقى بالمية السخنة. المرقة هي لونها غامق شوية، لو لونها غامق قوي ممكن نضيف لها مية. وطبعا الملح ونغطي. ما شاء الله معايا كده الصلصة اتسبكت معايا وهايلة جدا.
هعمل ايه دلوقتي؟ هضيف لها بس شوية مرقة تزودها طعامة. طبعا هتاخد غلوة صغيرة كده وهطفي، وكده تكون خلصت معايا الصلصة. معايا كمان الرز، هايل جدا ومفلفل وجميل خالص. طبعا اول ما بيشرب القعد بتاعه والمية بتاعته بنوطي عليه يتشرب خالص خالص وبنطفي. معايا اللحمة ما شاء الله جميلة، والريحة طالعة منها هايلة خالص خالص، ولا ريم بقى على وش الشوربة ولا اي حاجة خالص. بنزود له ايه؟ بنزود لها الملح وبنظبط الحدق بتاعها وخلاص استوت كمان، وخلاص جهزت معايا اللحمة. معايا طاسة على النار وهضيف لها معلقة زيت ومعلقة زبدة، وهبتدي اشوح فيها اللحمة. بديها بس تحميرة بسيطة كده علشان التقديم، وكمان ازود طعمتها، واشوحها في معلقة زيت وزبدة. وهضيف بقى زي ما انتم شايفين كده معلقة كمون وكمان معلقة فلفل اسمر وكمان معلقة توم، واقلب كله في بعضه كده. تقليبة سريعة. تمام جدا. كده الريحة هايلة وخلاص اخدت معايا طعم كمان وبهارات ومعلقة توم كده ومتظبطة ومية مية. هبتدي بقى اشيلها. وهحط كده كوباية مرقة علشان اسقي بيها العيش بتاع الفتة. كده العيش معايا متحمص وجميل جدا بالتوابل والثوم والزيت. نخلي بالنا في فار بدأ يدخل وياخد من ورايا العيش. يلا بالهنا والشفا، هي نص الكمية خلصت بس مش مشكلة. وهضيف لها كده كوباية المرقة اللي انا ضفتها في الاخر في الطاسة مكان اللحمة علشان تزود لي كمان طعامة. وكمان هندخل عليها الرز. عايزة اقول لكم طبق الفتة كان جميل جدا جدا وتحفة من الالف للياء. كل حاجة فيه كانت مظبوطة جدا والطعم كان هايل جدا جدا. جربوه بالوصفة دي، صدقوني مش هتندموا، هتعملوها بالوصفة دي على طول وبالطريقة دي هتعملوها على طول. من اول العيش للرز للصلصة لكمان اللحمة، كل التركات دي بتديني في النهاية طبق فتة جميل جدا ما حصلش. وابدأ ارص اللحمة واقدم الطبق بتاعي على السفرة في العزومة لمة العيلة. كله هيحبوا من ايدك وهيطلبوا منك على طول، ويقولوا لك كمان تسلم ايدك على الحاجات الجميلة اللي انت عملتيها. يا رب يكون الفيديو عجبكم. جربوها وقولوا لي رأيكم ايه. مستنية تعليقاتكم.